سيادة النائب ضياء الدين داوود. السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس، هي أنه المجلس ده قال على نفسه أن هو يتصدى لكتير من المشروعات اللي ممكن كان برلمانات سابقة تتجنب، خاصة في أدوار الانعقاد الأخيرة، أن هي تجري اشتباكات ممكن مع ملفات تم اصطناع الاختلاف حولها وإثارة الرأي العام حوالين جودة هذا المنتج حال مناقشته وحال صدوره. ولكن الحقيقة أنه الضمانة اللي موجودة هي ضمانة دستورية، إن احنا أمام المواد من 18 ل 34 ل 53 ل 60 ل 97 من الدستور. احنا أمام نصوص لا فكاك إن احنا أمام استحقاقات متعلقة بتقديم خدمة صحية تليق بالمصريين، ينتقل فيها ويخرج المواطن من حالة أنه مقيم في وطنه إلى أنه مواطن له مجموعة من الحقوق وعليه كامل الواجبات لطالما أنه هو أداها. لا مانع إطلاقا دستوريا من أنه يتلقى هذه الخدمات دون الحاجة إلى وسيط، ومن ضمنها أن عندما يقع عليه ضرر أن هذا الضرر يجبر وفقا لمنظومة. صحيح كان قدام النسخة الأولى من هذا المشروع عدد من التعديلات لابد أن هو كان يتصدى إليها، لا سيما أن احنا بنتكلم عن ما سمي في قانون العقوبات بأنه الفعل المباح. فكرة الاستطالة إلى جسد المريض ده ليه مسوغات يسمى فيها الفعل، رغم أنه أصله أنه مؤثم ومجرم جنائيا. حالة الدفاع الشرعي، حالة الشرطي اللي بيقوم بتأمين المنشآت الحيوية والدفاع عن الوطن فيضطر ان هو يستخدم القوة انفاذا للقانون، حالة الطبيب اللي ايده بتمتد وبتستطيل الى جسم الانسان التي يمنع عليه ان يستطيل اليها، الا لم تكن حتى هذه اللحظة التي نناقشها لم يكن لها مفاهيم، وكان يسبغ قاضي الموضوع عليها رقابته ليحدد ما يمكن أن يعتبر خطأ مهنيا أو خطأ جسيما، أو إيه هي المنشأ الطبي اللي ممكن يكون أثر في تقديم الخدمة، أو إنه التجاوز اللي ممكن يكون متلقي الخدمة قد أجراه فأدى إلى نتائج يستطيل معها حدوث هذا الفعل. إذن إحنا أمام استحقاق حقيقي تجاه قانون للمسؤولية الطبية، مواده ونصوصه ستيسر في ظل مستهدفات حددتها المادة 18، والتزام على الدولة إن إحنا نذكر أنفسنا لطالما إن إحنا المؤسسة التشريعية إن إحنا أمام التزام دستوري برفع النسب المخصصة للصحة في كل موازنة حتى نصل إلى الأرقام المتوافق عليها عالميا. هذا هو الاستحقاق، علشان ما أحسب إلا لو كنت وفرت المنشأ الصحي كما هو متعارف عليه. المنشأ الصحي اللي أحيانا إحنا بنتراجع عن تصنيفه بالشكل الذي يستحقه، مش عايز أحكي تجارب شخصية، إلا إنما إحنا عندنا جهد كبير وعندنا فرق طبية كبيرة ومهمة، ولكن الفواصل ما بين الخطأ المهني سيادة الرئيس أمر هو الأهم في هذا القانون. اللي جاء اللجنة العليا هي لجنة بالصياغة التي وصلنا إليها، ولكن أنا هبقى محتاج في التعديلات إنه خاصة في حالة التنافسية، وده أمر موجود في هذا البلد وفي بلدان أخرى، إنه إذا كان هناك تحفظ على أحد أعضاء اللجان العليا أن يتم الطعن عليه ويتم استبعاده مع إداء الأسباب التي ممكن أن تكون مقبولة ومستساغة. خاصة بينكر بعض الأطباء بعض المسارات الطبية المستحدثة وبنشوفها وبنتكلم فيها مع سيادة الوزير، هنا ده يستحدث طريقة معينة وتؤتي نتائجها بتخالف مدرسة طبية هناك، هذه المدرسة بتجرح هذه المدرسة. ماذا لو أن أحد أعضاء هذه المدرسة يراقب فعلا أتاه هؤلاء؟ إذن ممكن نكون أمام عدم ثقة، مش هقول إن هو يستطيل أو يجور على حق زميله الذي أبدع في يعني 2001 و2002 لما بقينا أمام البيتنج هارد في مقابل الماشين،
كانت ناس كتير تقول لك لا ده ازاي وده هيتم ازاي. النهارده الصمامات الطبيعيه في مواجهه الصمامات المصنعه، في مدرستين بيتخانقوا في مصر بيقول ده لا يصح وده ما يصحش. ما ينفعش بقى ان انا اجيب حد من دول يكون في حاله تنافسيه او رفض لهذا المسار الطبي، ان انا اقول له تعالى اشرف على هذا الاجراء، ولا النتائج او الوفاه اللي حدثت ديت نتيجه اهمالا جسيما او استخداما لمسار طبي. رئيس، أنا بوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المسؤولية الطبية، النصوص هامة، إنجاز حقيقي إن إحنا هنناقش هذا المشروع، إن هيخرج لرأي منظومة للتأمين الصحي الشامل. نتمنى إن إحنا نكون أمام التزام بالجدول الزمني بتاعها في 5 محافظات، بقالنا أكتر من سنة بنقول إن إحنا هنبدأ فيهم مع البنية التشريعية، مع التطبيق اللي موجود على الأرض، معناها إن إحنا بنؤمن جبهتنا الداخلية. شكرا.